السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا النشاوي للتورت والجاتوهات وللباقة اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مره ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. زي ما انتم شايفين معنا النهارده فيديو جديد وحصري ولاول مره على قناتي، وهي كيكه صفيحه السمنه المربعه بالطحين البيتي او بالدقيق البيتي. المقادير كلها موجوده في البيت. طبعا عملت لكم الفيديو ده اللي كان في الفيديو اللي فات طريقه عمل الكيك، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت، وهسيب لكم كمان في صندوق الوصف. صندوق الوصف فين؟ هتضغطي على عنوان الفيديو هتلاقي عندك كلمة المزيد، هتضغطي عليها هتلاقي نفسك في صندوق الوصف. عملت منها في الفيديو اللي فات 11 طبقة زي ما انتم شايفين، كيك ناجح جدا، وهقول لكم النهارده ان شاء الله هنعمل منها ايه. عملت لكم قبل كده كمان كيكه صفحه السمنه المربعه بالسبونج الجاهز، طلعت منها مره 3 تورت مقاس 20 في 20، وطلعت منها كمان مره تورتتين ودستة جاتوه، وقلت لكم قبل كده ان انت تقدري تطلعي منها جميع المقاسات، تقدر تطلعي منها جميع المقاسات المربعه، التورت المربعه او المستطيله، ان كانت 20 في 30 او ان كانت 30 في 30 او 30 في 40 او 40 في 40. يعني طالما ان معاكي طبقات كيك هتطلعي منها كل المقاسات. هتعرفي ازاي؟ ان شاء الله هتتابعيني لاخر الفيديو وهتشوفي انا طلعتي منها ايه. في الفيديو ده هطلع لكم منها تورته مقاس 30 في 30 بالشوجر شيت، بالشوجر شيت يا رشا، ايوه بالشوجر شيت، ودستة جاتوه حجم جامبو. ان شاء الله تابعيني لاخر الفيديو. زي ما انتم شايفين المقطع ده، دي كانت تورته عيد ميلاد ابني، طلعت من كيكه صباح السمنه المربعه، عملت منها عيد ميلاد ابن عبيده، تورته 30 في 30 زي ما انتم شايفين، وطلعت منها كمان دستة جاتو. يعني لو عندك عيد ميلاد، لو انت ست بيت، هتقدري تطلعي من كيكه صباح السمنه كل حاجه محتاجاها في عيد الميلاد، ان كان تورته او ان كان جاتوه. لو انت كمان شغاله اونلاين وما عندكيش قالب مقاس 30 في 30 او اي حجم قالب يكون مربع او مستطيل، هتقدري تطلعي كمان من كيكه صفيحه السمنه المربعه. يعني الموضوع موفر جدا جدا فوق ما تتخيلي. يلا بينا قبل ما نبدا في الوصفه والمقادير هنسمي ونصلي على رسول ونقول بسم الله. معانا هنا زي ما انتم شايفين كده ال 11 طبقه، جمعتهم فوق بعض زي ما انتم شايفين، وهبدا اجيب الكريم شانتيه علشان نعمل كريمه ونبدا نشتغل في التزيين بتاع الكيك. جبت هنا 750 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر، زي ما انتم شايفين انا بستخدم المتحده، هايبر المتحده، وكمان عليهم 200 جرام سكر حبيبات، وعليهم 70 جرام حليب بودر على باستر كريم. ومعايا هنا في العلبه اللي انتم شايفينها دي ميه متلجه من الفريزر فيها مكعبات تلج. تمام، كنت شغاله في اليوم ده في عز الحر، كان الجو صراحه كان صعب جدا فوق ما تتخيلوا. انا حطيت كده مكعبات التلج الاول فوق الخليط، وبعد كده هحط حوالي من 4 ل5 كوبايات ميه متلجه من الفريزر. طبعا الميه بتضربيها، بتحط الميه على الكريمه بالتدريج. تمام، كده خلاص سبتها تتضرب، وهنبدا بقى نظبط الكيكه. هقول لك ازاي، ركزي بقى في النقطه اللي جايه دي، ركزي معايا خالص ازاي هتظبطي وتطلعي حجم 30 في 30، واصلا الكيكه حجمها 20 في 20 او 19 في 19. تمام، جبت هنا حوالي عن 3 طبقات فوق بعض بالشكل ده، وقمت انا شلت الاربع اطراف بتاعتهم وقمت قسمهم نصين. بقى اصبح معايا انا كده دلوقتي 6 طبقات انصاص، يعني ال3 طبقات قطعتهم انصاص بمعنى اصح. تمام، وجبت بعد كده بقى 3 طبقات تانيين، وقمت شلت الاطراف بتاعتها كده من ناحيتين، علشان لما نكون حاطين الكيك جنب بعض ما يبانش ان هو كيك حاطينه جنب بعض، يبان ان هو كيك سليم. تمام، ركزوا قوي في الجزء اللي جاي ده. تمام، زي ما قلت لكم كده ان شاء الله في الفيديو اللي فات، هقول لكم برضو على حاجه مهمه جدا. الصفيحه دي يا جماعه مقاس الصفيحه بتاعه السمنه اللي هي ال4 كيلو ونص. الصفيحه دي يا جماعه عرضها من تحت 19 في 19 او 20 في 20 تقريبا، والارتفاع بتاعها من 21 من 20 ل 21 سنتي. يعني مش هي الصفيحه الكبيره اللي هي ال 11 كيلو. وال 11 كيلو ان شاء الله هحاول اعملها لكم في فيديو قريب، لو انتوا عايزين سيبوا لي في التعليقات. انا هنا بقى ركزي بقى، جبت هنا بقى الكريم شانتيه حطيته على بورد مقاسه 30 في 30. لا، البورد ده بالظبط مقاسه 32 في 32 عشان يكون كلامي مصدق عليه. حطيت طبقه من الكيك، طبقه واحده، وبعد كده جبت نصين من الكيك اللي انا قصيتهم، حطيت واحده بالطول واحده بالعرض. اتبقى عندي ربع قطعه من الطبقه. قمت جبت طبقه كيك وقمت قسمتها 4 تربع علشان اخد منها الربع ازود بيه بالشكل ده، وحطيت عليهم بقى من فوق
جيلو انا اسفه، جيلو مانجا، عشان هعمل التورته بالمانجا، وحطيت فوقها طبقه الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين. طبعا الكريم شانتيه في الحشو لازم يكون متماسك. الخطوه المهمه هنا بقى، لازم وانت بتحطي بقيه الطبقات تاني طبقه تعكسي، تديروا البورد او تديروا البورد كده علشان يكون عكسنا، ما يكونش نفس الطبقات زيها فوق بعض، يكون عاكسين. شفتوا لما يكون البنا كده بيبنوا طوب يا جماعه بيعكس، يعني النص طبقه من الكيك بيكون تحتها طبقه كامله، وهكذا. نفس الحكايه برضو حطيت طبقه من الكيك ونصين اللي احنا قطعناهم، اللي هي كل نص فيهم تقريبا 10 في طول 20، وحطيت كمان الربع اللي احنا قطعناه وزودت كيك. يا جماعه الموضوع انتم يعني بتفكروا ان هو صعب جدا، لا الموضوع سهل خالص. تمام. عكست برضو ضيرت كده البورد، ورجعت عملت من الطبقه الثالثه بنفس الطريقه، حطيت طبقه اللي هي الكامله، وحطيت نصين جنب بعض، وحطيت كمان الربع اللي احنا قاطعينه. تمام. بعد كده بقى الخطوه المهمه، ان انت لازم تساوي الاربع اطراف. وطبعا اللي بيتسوى ده مش بيتربي يا جماعه، ده بتعمل كيك بوبس، او ممكن تعمل قبات ترافل، او ممكن تعمليه الاولاد ياكلوه كمان في وقتها. لو تلاحظوا ان انا ما سقتش الكيك يا جماعه، الكيك هش وطري جدا، انا ما سقيتهوش. التورته دي قعدت عندي في التلاجة كل يوم اقطع منها جزء، عشان طبعا كان في جاتوه، ما كنتش عامله احتفالات عيد ميلاد وحاجه، مش انا ضد الاحتفالات، بس عشان الولد كده بس يكون عارف ان ده يوم عيد ميلاده. وعشان كمان كان في اليوم ده كان اللي حصل في عند اخواتنا في ليبيا، يا ريت كده تسيبهم كده دعاء يا رب كده، يعني ربنا يصبرهم على اللي حصل في التعليقات. وكنت صراحه شغاله وانا ماليش مزاج لاي حاجه خالص، والله بامانه كنت شغاله في اليوم ده، كان مزاجي وحش جدا بسبب اللي حصل. كنت سويت الكيكه خلاص. تمام. ف يعني زي ما قلت لك ان انا ما سقتش الكيك زي ما انتم شايفين، والكيكه قعدت حوالي عن 5 ايام في التلاجة، ما نشفتش ولا جرى لها اي حاجه خالص. يعني الوصفه ناجحه جدا جدا. الخطوه المهمه انا بقى بعد ما سويت الاربع اطراف، جبت هنا طبقه بسيطه جدا من الكريم شانتيه، وحبيت بدات اغلف بقى الكيك. طبعا الطريقه دي الطريقه الصحيحه للمبتدئين او لستات البيوت اللي هم مش عارفين يغلفوا الكيك كويس. بعد ما حطيت طبقه بسيطه كده من الكريمه، لازم تغلفي على مرتين. اول مره حطيت طبقه بسيطه، وبعد كده ادخلها التلاجة او الفريزر لمده نص ساعه. وبعد كده هنخرجها تاني، نكمل عليها بقيه الطبقه التانية من الكريم شانتيه، ونكمل عليها تاني. بس طبعا هتشوفي بقى، يعني خدي بالك اللي انا هيحصل في الفيديو ده. كده خلاص انا دخلتها. خدي بالك ان انت لازم الكريمه بتاعه الحشو بتاعه التغليف لازم تكون متماسكه. الطبقه الاخيره اللي هي التانية لو مش متماسكه شويه مفيش فيها اي مشكله خالص، لان اهم حاجه الطبقتين، الطبقه اللي تحت والحشو يكون متماسك. اهم حاجه هنا، احنا هنا جبت بقى منديل ومسحت اي بواقي من الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين، وادخلها بقى الفريزر نص ساعه على ما اظبط بقيه الاربع طبقات اللي لسه متبقين معانا. طبعا انا كده استخدمت هنا 9 طبقات. تمام. جبت بقى معايا هنا كمان 3 طبقات، حبيت اساوي الاربع اطراف بتاعتهم بالشكل ده، رصيتهم فوق بعض. وجبت بورد اللي انا بعمل عليه الجاتو، طبعا هسيب لكم لينك طريقه عمل البورد ده في صندوق الوصف برضو. وبدات حطيت طبقتين جنب بعض بالشكل ده. يعني لو تفتكر، لو رجعتي كده لاي فيديو جاتوه عندي على القناه هتلاقيني عامله دسته الجاتوه الحجم الجامبو من صاج 40 في 40. فطبعا باجي بعد ما اسوي الصاج بقسمه نصين، بيطلع معايا كل نص فيهم 20 في طول 40. نفس الحكايه تعتبر هي هنا كده برضو شارحه نفسها. المهم ان انا بعد ما حطيت طبقتين جنب بعض، حطيت جيلو برضو مانجا على الكيكه مباشره، وبعد كده جبت الكريم شانتيه فردته بالشكل ده، وبرضو حطيت نفس الحكايه برضو طبقتين فوق الكريم شانتيه بالشكل ده. بس انا برضو نسيت على فكره، اول مره اخد بالي نسيت احط جيلو مانجا. حطيت الكريمه مباشره، فتفردي الكريمه بالشكل ده. طبعا لازم يا جماعه من نجاح الجاتوه ان انت لازم تدخليه الفريزر ما يقلش عن 3 4 ساعات. بس انا هنا صراحه كنت عايزه اخلص الفيديو، وكان مزاجي مش وحش بسبب اللي حصل لاخواتنا في ليبيا. فما طولش معايا، كنت عايزه صراحه انهي الفيديو. حتى كنت انا عامله حسابي تزيين تاني خالص للتورته بتاعت ابني، بس انا يعني بقيت احاول عايزه اخلص وخلاص صراحه بجد. غير اني كمان كان عباده كان طالب تورته تانية خالص، كان طالب تورته تقريبا بابجي. وبس انا حبيت ان انا هنا اوصل لكم معلومه ان انت تقدري تطلعي من كيكه صفحه السمنه اي مقاس زي ما قلت لك، عشان ما تفكرش ان انا بقول مجرد مقاس وبس. خلاص كده فردت ال الكريم شانتيه وسويت وشه بالميه في الدرق الاحمر ده.
جبت بقى كده المشط كده له سنون رفيعه ومشيته عملت فيه خطوط دي كده بقى. خلاص هدخله الفريزر على ما نبدا اكمل بقيه تجليس التورته اللي احنا هنشتغل فيها، اللي هنحط عليها الشوجر شيت. جبت الطبقه التانية من الكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه مجرد ما يفضل معاكي شويه لازم تديله ضربه تاني، مفيش في اي مشكله خالص. ممكن تقسمي كميه الكريم شانتيه على مرتين علشان ما يعملش معاكي، ياخد معاكي هوا ويعمل معاكي يدخل هوا في الكريمه ويبقى شكله مش كويس. فهي دي الطريقه الصحيحه، ان انت بين كل مره والتانيه لازم تضربي الكريم شانتيه، كل فتره تضربي الكريم شانتيه وانت شغاله. حطيت تاني طبقه من الكريم شانتيه، حطيتها في كيس حلواني وفردتها بالشكل ده وبدات افردها بالاسباتولا. يا جماعه انا اسفه لو الفيديو طويل، بس صراحه في حابه ان انا اوصل لكم كل حاجه. انا والله حذفت منه كتير جدا، او ان انا سرعت فيه كتير جدا، مع ان والله انا زعلانه وجاي لي كميه احباط يعني لا عد الله ولا حصر بسبب الفيديو اللي انا نزلته بتاع صفحه السمنه المربعه. الفيديو اللي فات الفيديو واقع معلوش لايكات، الفيديو ما اترفعش، يعني صراحه زعلت جدا، ما جابش مشاهدات، مع ان كانت ناس كتير طالبه جدا، وانا يعني يعتبر بوظت كم وصفه وهدرت خامات. مش هقول لك ان نجحت معايا من اول مره، لا طبعا انا عشان اطلع لكم المقادير المظبوطه، لان طبعا انا مش شغاله بسبونش جاهز، انا شغاله بسبونش جاهز، مش شغاله بسبونش بيتي. علشان الوصفه تطلع مظبوطه انا لازم اجرب، وهدرت خامات كتير واخدت من وقت كتير. فصراحه الفيديو يعني ما اترفعش، ما حدش شافه، مع ان كان مطلوب مني كتير وكان كتير طالبينه، وبناء عن طلباتكم انا نزلته. فانا ليه مش عارفه يا جماعه اللي بيشوف الفيديو ليه ما بيعملش اللايك؟ اللايك يا جماعه ده الدعم بالنسبه لي، اللايك والتعليق الجميل منكم اللي بيديني طاقه ايجابيه، هو ده الدعم بالنسبه لي يا جماعه. والله الموضوع التصوير والوصفه لما تتصور او التسجيل الفيديو او المونتاج حاجه صعبه جدا جدا. حاولي كده ان انت تعملي اي وصفه وتصوريها، الموضوع شاق جدا والله وصعب. انا ممكن وانا بصور الفيديو زي ما انا يعني وانا بسجل الفيديو زي ما انا بسجله دلوقتي كده اكرره كم مره، ممكن اقول نسيت اقول معلومه مش هتفيدك والله في حاجه او مش هتبوظ الوصفه، بس برجع ان انا اعيد الفيديو تسجيل مره واثنين وثلاثه. المهم عشان ما نخرجش من نطاق الموضوع، انا هنا وصلت لحد هنا، اللي يوصل معايا لحد هنا بقى تعملي يا ريت تعملي اللايك. خلاص كده خلاص انا جلست التورته ودخلتها الفريزر مده لا تقل عن ساعه يا جماعه، او حسب تبريد الفريزر بتاعك عشان تستحمل النوتيلا، لان سيحت النوتيلا على حمام بخار عشان تخلي النوتيلا تمسك على طول مجرد ما تتحط على التورته. لازم تدخل الفريزر لمده ساعه، او لو انت هتشتغل الشغل ده كله على بيات مفيش اي مشكله خالص، حطيه في التلاجة على بيات واصبحي اشتغلي فيه. جبت انا بقى ده الصوره شوجر شيت، طبعا بتعمل عند مستلزمات الحلواني او اي مكان بتاع مستلزمات حلويات. الصوره دي تقريبا عاملاها ب50 جنيه، هي في اماكن ب40 واماكن ب50 واماكن ب60. تمام. انا الصوره دي بقى قصيت الجزء الابيض اللي حواليها، انا طلبت مقاس الصوره تكون مقاسها 20 في 20 علشان التورته مقاسها 30 في 30، واسيب مكان يكون للمانجا اللي انا هرصها. التورته بعد ما خرجت طبعا من الفريزر، جبت هنا النوتيلا بالشكل ده وفردتها زي ما انتم شايفين، فردتها بسباتولا على الكيك بالشكل ده. بعد كده جبت الصوره، لازم تاخدي المقاس كل شويه ما تفردي كده، تاخدي المقاس وتشوفي كده مقاس التورته مظبوط ولا هتزودي كمان ولا هتعملي ايه. لازم مفيش ولا حته من الصوره تكون على الكريمه علشان ما تاخدش هوا وتبقى تكرمش ويبقى شكلها مش لطيف خالص. سبتها كده بقى التورته على جنب. لازم النوتيلا تكون تماسكت خالص، ممكن تستخدمي مكان النوتيلا يا جماعه، طبعا النوتيلا انفكتها على حمام بخار بدون اي اضافات خالص. ممكن تستخدمي مكان النوتيلا شوكولاته خام بيضه بدون اي اضافات. تمام. انا جبت هنا بقى حبايتين مانجا زي ما انتم شايفين وقشرتها بالشكل ده، وبعد ما قشرتها هقطعها كده، هقطعها شرايح وابدا بقى ان انا اعمل منها بقى شرايح زي ما انتم هتشوفوا بالشكل ده. لازم طبعا الشرايح تكون رفيعه، لازم تكون شايفين انا ايدي الشمال هي اللي بتتحكم في سمك قطعه المانجا. طبعا ما تقوليش ان انا كده ده كده تقطيع، لا لان كده مسرعه الفيديو كتير. خدي بالك ان هنا التزيين براحتك انت خالص، انا بديلك فكره وحابه تغيري فيها براحتك. تقدري تعملي حوالين الصوره شوكولاتات، تنزلي دريبات جناش، تحطي نوتيلا، تحطي كذا نوع من الفاكهه، تقدري ان انت تحطي روزوتات كريم شانتيه، يعني الفينش ده براحتك انت. انا بس كل الحكايه ان انا بوصل لك المعلومه وبديكي فكره ان انت تقدري تعملي تورته مقاس 30 في 30 من صفيحه السمنه اللي اساسا مقاسها العرض بتاعها 19 او 20 تقريبا.
تمام كده خلاص قطعت شرايح الكيك بالشكل ده، وابدا بقى اجيب التورته، وهبدا يعني اختبر كده، احط ايدي عليها اشوف خلاص النوتيلا تماسكت ولا لا. لقيت النوتيلا تماسكت، هبدا بقى افرد عليها الصوره. طبعا الصوره يا جماعه دي من الشوجر شيت او من او من السكر. ممنوع تحط اي مواد سائله او نقطه ميه تيجي ناحيتها خالص، علشان يعني الالوان ما تلخبطش على بعض ويجرى لها اي حاجه. بنفس التيب اللي احنا اشتغلنا بيه. هو ده التيب يا جماعه، التيب صغير بتاع بلح الشام. مش عارفه المقطع ده اتشال وانا يعني علشان اقول لكم شكل التيب، يعني مقاس صغير اللي بتعمل بيه بلح الشام. وبدات ان انا اعمل روزيتات كده حوالين برضو الصوره. ممكن تعملي باي تيب براحتك، بس انا حابه ان يكون التيب يكون يعني حجمه صغير. بدات بقى ان انا ارص شرايح المانجا بالشكل ده. حاول الرص يكون جميل، يعني ما يكونش شرايح المانجا جنب بعض، لا تكون راكبه فوق بعض. يعني كل شريحه تكون على النص الاخير للشريحه اللي قبليها بالشكل ده. يعني هي دي الطريقه السليمه. ولازم طبعا اقول لكم لازم المانجا تكون طازه يا جماعه، ولازم تكون ناشفه. يعني ايه ناشفه؟ يعني ما تكونش مستويه، تكون طازه وفي نفس الوقت تكون جميله. طبعا بستخدم المانجا اللي انا استخدمتها دي نوعها نعوم، عشان لو حد حابب يسأل ما بيبقاش فيها شعر، ويبقى فيها جزء من المانجا كبير، لحم كتير، ما بيكونش فيها النواة تكون كبيرة. تمام. طبعا ده الفاكهه اللي كانت متاحه قدامي. كان نفسي ان اعمل فاكهه اكتر من كده، كان دورت على برقوق ما لقيتش. كان نفسي ان انا اعمل تفاح اللي هو المستورد. طبعا انا برضو ما لقيتش، ان في مكان مش متاح فيه الكلام ده كل يوم يكون طازه. تمام. خلاص كده انا ظبطت. اي حاجه حاولي تظبطيها مش بايدك، بخله او بسن سكينه زي ما انت شايفه كده بالظبط. تمام كده خلاص انا ظبطت المانجا. حطيت اول طبقه، وبعد كده حطيت كمان، لقيت في مكان بينها وبين الصوره، حطيت كمان بالشكل ده شرايح المانجا. كده خلاص انا يعني مليت المكان اللي فاضي في التورته كلها حوالين الصوره بالمانجا. زي ما قلت لك انا بديك فكره، وحابه تغيري ده براحتك انت. كان ليا مزاج ان انا اعمل الفينش مختلف خالص، بس علشان ما كان مزاجي مش حلو من الاخبار اللي سمعتها في اليوم ده. حتى كان يعني كنت شغاله صراحه والله العظيم وايدي كانت بترتعش. فيعني الحمد لله، ربنا يصبرهم يا رب على اللي هم فيه. وبعد كده بقى خلاص هجيب هنا او اي حاجه حابه تظبطيها زي ما انت شايفه كده بالظبط، بسن سكينه او بسن خله. ممكن ما تشيلي، ما ينفعش تشيلي كده الفاكهه من مكانها خالص. لازم بسن سكينه تظبطي زي ما انت عايزه. حابه تزودي شريحه فاكهه مفيش اي مشكله خالص. جبت هنا بقى كريز كده، يعني ده الصراحه شكل جميل جدا مع المانجا، ماشيه مع لون التيشيرت بتاع عبيده لونه احمر، مع المانجا لونها اصفر، ومع الكريز ده شكل جميل جدا بنفس التيب. وبدات ان انا اعمل، شايفين انا وانا بعمل الروزيتات دي والله العظيم بجد كانت ايدي بترتعش. بدات اقفل التورته من تحت بالروزيتات، مع ان ما كانش في مكان على البورده، بس انا حبيت صراحه ان انا اقفلها. البورد ده زي ما قلت لكم مقاسه 32 في 32، يعني مش 30 في 30. لو انت ما فيش عندك غير بورد 30 في 30 تقدري انت وانت بتساوي الاربع اطراف يعني تقللي شويه من حجم التورته. تمام كل حاجه متاحه قدامك. خلاص كده بقى كده خلاص قفلت التورته. جبت ده جيلو شفاف على السخن، معلقه جيلو شفاف على معلقتين ميه، وغليتهم على النار، وبدات ان انا احطهم بالشكل ده. لو انت عندك جيلو شفاف على البارد مفيش اي مشكله خالص، تقدر تحطيه طالما ان هي لبيتك مش خارجه اوردر. وطالما ان هي مانجا بالذات يعني مش بتفرق في الجيلو. بس صراحه الجيلو بيديلها شكل جميل جدا. كنت زي ما كنت احط جيلو شفاف على البارد، بس ما جاش في دماغي، كنت انا اساسا فكه الجيلو ده. لو ربط منك بتعمليه تاني، بتفكيه تاني على النار. شايفين شكل التورته جميل جدا، الوانها متناسقه هاديه ورقيقه وسيمبل. كده خلاص بقى دخلها التلاجة، وهنشوف بقى نشتغل في الجاتو اللي احنا دخلناه الفريزر. فخليك فاكره ان احنا دخلنا الجاتو الفريزر واحنا شغالين. جبت بقى ده جيلو شفاف على البارد، انا بحب احطه على الجاتو يا جماعه. فردته بالشكل ده على طبقه الكريم شانتيه او على وش الجاتو. انا انت حابه تحطوا جيلوهات، جيلو مانجا، جيلو كراميل، جيلو شوكولاته، جيلو فراوله، ده براحتك انت حسب المتاح عندك. احنا بالنسبه لنا عشان كان معمول لعيد ميلاد للبيت، انا ما بنحبش الالوان دي او اللي هي الصوصات دي. تمام. حط الجيلو شفاف على البارد، ولازم الخطوه اللي بعد كده بتساوي الاربع اطراف. طبعا معانا سكينتين حطاهم في اي سكينه بقى انت بتشتغلي بيها، حطها في الدرق الاحمر ده في ميه سخنه بتغلي. لازم تكون ميه سخنه بتغلي، عشان الكيك تقطيعه يكون مظبوط معاكي. مع ان انا الكيك ما قعدش معايا وقت طويل في الفريزر، بس الحمد لله ظبط. سويت الاربع اطراف بين كل مره والتانيه، بحطها في الميه السخنه وبمسحها بفوطه مبلوله
هتلاحظي ان الفوطه مبلوله في ايدي. وبعد كده تمسحي البورد زي ما انتم شايفين، يعني لازم شغلك يكون نظيف كده ومنسق وانت شغاله. مسحت البورد بالشكل ده عشان لو عليه اي فتفوته كيك او اي كريم شانتيه. هنا بقى حددت كده بالنظر مقاسات الكيك، طبعا مقاس الجاتو. انت بقى حابه تقطعي بالمسطره مفيش اي مشكله خالص. قسمتي بالشكل ده، وبين كل مره والتانيه برضو زي ما قلت لك لازم تتحط في الميه ولازم تتمسح في الفوطه. عملت قسمتها لاربع قطع بالطول وجيت بالعرض وقسمت نصين بالشكل ده، وكده طلع معايا دستة الجاتو حجم جامبو. تمام، يعني اللي عايز يطلع نفس حجم الجاتو ده يقدر يطلعه من صاج 40 في 40. تمام، جبت نفس التيب اللي اشتغلنا بيه في التورته وبدات اعمل روزيتات اتنين قصاد بعض كده على هيئه قلب. صراحه الاضاءه مش موضحاها بس اكيد انتوا شفتوها في اول الفيديو وهتشوفها برده في اخر الفيديو. شكل الجاتو سيمبل جدا وجميل وهادي وبسيط، وطعم جولو المانجا في الحشو كان جميل، وطعم كمان جولو الفاكهه اللي احنا حطيناه على وش الجاتو ده له لمعه جميله جدا. جبت بقى هنا كريز انصاص يعني لونها احمر، كسر شكل اللون الابيض اللي في الجاتو ده، شكله خلى شكله جميل جدا بصراحه. وكده خلاص اداه دستة الجاتو يا جماعه زي ما انتم شايفين، لمعته جميله جدا وشكله والفينش بتاعه سيمبل وهادي وبسيط. طبعا الفينش بتاع الجاتو انت برضو براحتك، حابه تزيني باي شكل تاني براحتك. جبت الورق بتاع الجاتو بالشكل ده وبدات ارصه بقى في الكرتونه. انت بقى لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسيش تعمل لايك على الفيديو وشير علشان الفيديو يوصل لكل الناس، ويا ريت كده تعليق جميل منك يديني طاقه ايجابيه وخليني انا اكمل، لان صراحه انا زعلانه من الفيديو اللي فات. تمام، خلاص كده رصيت. جبت كرتونه مقاسها 30 في 30 بتاع الجاتو وبدات ارص فيها الجاتو بالشكل ده. كده خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين، بسم الله اللهم بارك. كيكه صفيحه السمنه طلعت منها تورته مقاس 30 في 30، عملتها لعيد ميلاد. يعني لو انت ست بيت وعندك عيد ميلاد تقدري من غير ما تشتري اي قالب. القالب يا جماعه ب 220 جنيه و240 جنيه، وبرده خامته على فكره من الصاج، يعني هو مش المونيا اصلا، مفيش قالب المونيا بيكون مربع او مستطيل، خامته من الصاج. ولو هو المونيا وجيت مسحتي باي منديل مطبخ او باي فوطه هتلاقي طلع طبقه زرق. للناس اللي بيقولوا الصفيحه مش مستحيل، لا الصفيحه بيتحط فيها السمنه على درجه الغليان، يعني هنا مش ما فيش فيها حاجه بتغلي، لا انا هنا حاططها في الفرن. طلعتها ودي الخامس مره اسوي في الصفيحه دي يا جماعه، دي خامس مره اسوي في نفس الصفيحه وطالعه مظبوطه جدا ما فيش فيها اي حاجه خالص. وحاطه كمان طبقه البتاع اللي هو ورق الزبده ما بين الخليط وما بين الصفيحه، يعني الموضوع. ومسحت كمان الصفيحه مسحت الصفيحه كمان بالمنديل، ما طلعتش اي حاجه خالص. كده خلاص يا حبايبي، وصفه النهارده خلاص خلصت، او اختراع النهارده خلاص خلص. لو حد عنده اي استفسار عن اي حاجه يا ريت تسيبولي في التعليقات، وما تنسوش اللايك على الفيديو. كده خلاص يا حبايبي، اختراع النهارده خلاص خلص. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنزلكم طريقه عمل الاختراع كامل او الوصفه كامله من اول عمل كيك لحد التزيين، علشان يكون الفيديو كامل للي حابب يشوفه كامل. وكده خلاص يا حبايبي، وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب كنت طولت عليكم، ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده وباختراع جديد من اختراعات رشا النشاوي. استودعكم من رزق تدعي عند ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.